اختراق المجال الجوي في سيناء عن طريق طياره مسيره دخلت في اراضي سيناء وفي خلال لحظه الدفاع الجوي المصري اسقطها. ايه ده؟ ازاي يا عم احمد وقعناها بالسرعه دي وهي جايه منين اصلا؟ احب اقول لك ان الطياره المسيره دي جايه من اليمن. وازاي وقعناها؟ فانت عندك اقوى دفاع جوي في العالم، والعالم كله بيسميها اعقد منظومه دفاع جوي في العالم، نظرا لان انت رابط كل منظومات الدفاع الجوي اللي انت جايبها بالاضافه للمنظومه اللي عندك تحت شبكه واحده معقده جدا صعب على اي عدو ان هو يخترقها. طيب احنا اصلا وقعناها ليه يا عم احمد؟ دي جايه من اليمن، اكيد رايحه لاسرائيل. لا يا حبيبي، دي عدت سيناء، واحنا عارفين ان الجماعه بتوع اليمن شغالين لصالح ايران وبينفذوا اجندتها. طالما هم بيروحوا على اسرائيل اتجاهها كده، ايه اللي بيخليهم يعدوا سيناء؟ ثم انت ممكن تفكر في الموضوع بطريقه ثانيه. ليه ما نقولش مثلا ان اسرائيل ادت توجيه ان الطيارات دي تتضرب وتخش سيناء عشان يختبروا الدفاعات الجويه المصريه ويشوفوا هل هي يقظه وصاحيه لاي حاجه ولا لا. واديك وريتهم العين الحمراء، مسافه بس ما الطياره دخلت الاجواء المصريه الدفاعات الجويه اشتغلت في لحظه وقعنا الطياره. ها، حد لسه ما عندوش ثقه في الجيش بتاع بلده؟ الجيش المصري يخليك تنام مطمن، لو حصل اي اعتداء احنا عندنا اقوى دفاع جوي في العالم محدش يقدر ان هو يخترقه.